السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. وصباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوه الفيديو. طمنونا عليكم في الكومنتات. النهارده ان شاء الله نعمل فطار مع بعض. معلش والله وحشتوني جدا، لكن بتأخر عليكم في الفيديوهات غصب عني. لو اقدر اصور لكم فيديو كل يوم هعمل كده، بس طبعا انتوا عارفين احنا في شهر رمضان الكريم، والشهر ده يعني حاولوا تستغلوه. أنا باستخسر أي لحظة تعدّي فيه، لإنه ده شهر العبادات مش بس شهر الأكل يا جماعة، لأ. يعني الناس اللي فاهمة كده طبعًا خسرانة جدًا وفاتها كتير. شهر العبادات ده حاولوا إن أنتم تستغلوه طبعًا بقراية القرآن والذكر والصلاة، وطبعًا مش يعني الله يكون في عون كل الستات. بس مش عشان أنتِ مشغولة إن أنتِ تكسّلي في العبادات ديّة. يعني ممكن تقضّي وقت كده لو ساعة في اليوم تعمليها كده، لو قبل الفطار أو بعد السحور، إن أنتِ تقروا القرآن. وطبعًا غير صلاتِك وغير طبعًا وأنتِ شغّالة دايمًا، أنتِ طبعًا مشغولة، فتخيّلي بقى كَم الذكر اللي هتقوليه وأنتِ مشغولة بدون ما تحسّي. فدي حاجة هتكون طبعًا في ميزان حسناتِك جدًا. حبيت أقول لكم الكلمتين دول، وكل سنة وأنتم طيبين. واعذروني لو كنت باتأخر عليكم في الكومنتات. تابعوني بقى لو كنتم لسه ما تابعتونيش. إن شاء الله نقدم محتوى جميل وفيديوهات جميل، وصفات كتير متنوعة مع بعض. وتابعوني كمان على قناتي ريم هوم على اليوتيوب، إن شاء الله تعجبكم. هتلاقوا هناك فيديوهات كتير متنوعة إن شاء الله تعجبكم. قولوا لي أنتم بتتابعوني من أي مكان، ده بيبسطني جدا. أنا هنا النهاردة حبيت إن أنا أحضر معاكم الفطار ده خفيف وسهل جدا. جربوها بالطريقة ديت. الفراخ مش هتعملوها غير بالطريقة دي يا جماعة. يعني مش كل الحكاية سلق كده وتحطيها في المية، لا، ده حتى السلق والله العظيم يعني ليه طريقة، مش أي كلام. ولكن جربوها بالطريقة دي برضو، مش هتبطلوا تعملوها. وأنا هنا بُصّوا طلّعت الفرخة دي كده، لإن أنا كنت حاطاها كاملة في الفريزر عشان ما كنتش عارفة إن أنا هاعملها وصفة إيه بالضبط. فطلّعتها كده، وقبل ما تفُك أوي شِلت الباقي منها وخدت اللي أنا محتاجاه، اللي هو الوراك. هي الفرخة كانت حجمها كويس، وطبعًا عدد الأفراد مش كتير، فأخدت نُصّها وشِلت الباقي قبل ما يفُك في الفريزر. عشان صعب طبعًا غلط إن أنتِ تفُكيها وترجعي تجمّديها تاني، ده طبعًا غلط. أنا هنا أخدت الأوراق كده قسّمتها لنُصّين، بقت عملت 4 قطع، وزي ما أنتم شايفين حجمها جميل جدًا. وهنا غسلتها واستنيت طبعًا لمّا الجزء ده يفُك بالمَيّة الباردة، مش تستخدموش أي مَيّة سخنة. وبعد كده حطيتها وعملت لها محلول للنقع، ملح وخل وليمون. لو عندِك برضه قشر برتقان شغال. وطبعًا جنزبيل يا جماعة بيعمل شغل جامد جدًا. شايفين الفراخ كانت بيضة جدًا زي ما أنتم شايفين. وطبعًا الزفارة بتروح جدًا مع الجنزبيل، وممكن تغسليها بدقيق كمان قبل محلول النقع، بتكون جميلة جدًا. أنا عملت الحاجات ديّة طبعًا وأنا باكلمكم، فحبيت أقول لكم عليها. هنا بقى هنعمل الخضار. دي كمان طريقة تقطيع للطماطم لو عايزين تعملوها مكعبات صغيرة وبمنتهى السهولة. دي الطريقة. عملت كده أنا حبّتين بصل على حبّتين فلفل وطماطم، حبّاية واحدة طماطم. انتوا اعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. نزلت هنا كده بمعلقتين زبدة، ونزلت عليهم بمعلقة توم مفروم كنت عاملاه عندي في الفريزر. بعد كده نزلت عليه بالبصل. احنا هنا مش عايزينه صغير قوي، عايزينه بس جوانح. انا هنا قطعته كبير وبفكه كده في الزيت عادي برضو. هبدأ بقى ان انا اشوحه واديله لون كده. بالطريقة ديت اعتمدوها، هتعجبكم جدا، وجربوها. وهستنى رأيكم كمان في الكومنتات. قولوا لي طلعت معاكم ازاي، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلع معاكم احلى واحلى. طريقة سهلة جدا وسريعة، وكمان طعمها خطير وتشرفك جدا في اي عزومات. وكمان تقدري تعمليها على السريع لو جالك اي ضيف، او اتأخرتي في عمل الاكل. انا هنا والله كنت دخلت المطبخ قبل الفطار بساعة، بس طبعا بتكوني محضرة قبلها حاجتك وعارفة هتعملي ايه. انا هنا نزلت بالفلفل كمان، اديته تشويحة. بعد كده بالطماطم. نزلت كمان بالبهارات اللي انتوا شايفينها ديت، بهارات فراخ والسبع بهارات وكركم وكاري وملح وفلفل وبس كده. كمان نسيت اقول لكم على ورق اللورة. طبعا هنا بوريكم شكلها اهوت بعد عملت ازاي، لو في اي زيادة طبعا بتشيلها لغاية ما نبدأ الطبخ. هنا كمان قلبتها اهوت، نزلتها على الخضار.
على طول وقلبتها كده عشان تاخد اللون، وبعد كده هغطيها وهدي عليها النار خالص. عايزه اقول لكم مش هتاخد اي وقت، زي ما بقول لكم كده، يعني هو وقت التصوير ده بس، ما سرعتش اي حاجه. هنا كمان حبيت اعمل معاها كده شويه رز، تقدروا تاكلوها بعيش على فكره، وسلطات او رز وسلطه خضراء زي ما تحبوا. هنا لما قربت تستوي كده قلبتها على الناحيه التانية وحطيت لها معلقه صلصه. طبعا بتفرق جدا في الطعم وفي اللون، بتديه لون خطير وكمان طعم وريحه حلوه قوي. وقلبتها طبعا عشان تاخد نفس اللون على الناحيه التانية. وبس كده، هغطي عليها تاني واسيبها تكمل تسويه، وبعد كده اقول لكم الخطوه الجايه اللي هنعملها ايه ان شاء الله. يعني شايفين هي كده طبعا ما كنتش لسه حطيت لها الملح، فانا حطيت الملح دلوقتي وغطيت عليها. وهنا بقلبها عشان تاخد الجنب التاني من الصلصة، عشان احنا حطيناها في الاخر. تقدروا تحطوها في الاول على التتبيلة او على الخضار، مش هتفرق معاكم طبعا في حاجة. المهم طبعا الفكرة في ايه، يعني الفكرة والمكونات في ايه طبعا. بعد كده الطريقة، وبعد كده بقى احط الحاجات لها الأولوية طبعا. اهم حاجة الممارسة طبعا في الأكل. انا هنا زودتها نص كوبايه ميه بس، واول ما استوت خلاص طلعتها ونزلت الرز بتاعي اللي احنا غسلينه ونقعينه في الميه. خلاص صفيته ونزلته على الخضار زي ما انتم شايفين كده. طبعا هياخد نفس اللون والتتبيله بتاعه الفراخ وطعم الفراخ كمان فيه. ونزلت عليه بقى بالميه المغليه. وهنا الفراخ بعد ما طلعتها شايفين طبعا ايه التسويه بتاعتها، وكمان التحمير طبعا مش محتاجه اي تحمير، واخده اللون روعه زي ما انتم شايفين. نزلت عليها بس كده بالليمون وبس، مش محتاجه اي حاجه. وهنا الرز بتاعنا بدأ يغلي، شايفين اللون بتاع المرقه عامل ازاي. عايزه اقول لكم خطير. لو عندكم كمان لومي ممكن تنزلوا بيه حبه لومي، هتديه طعم كمان طبعا، بتفرق جدا جدا. انا كمان بعمله في البيت، بس هو بيحتاج طريقه معينه يعني، وسهله جدا تقدروا تعملوها وانت واقفه بدون يعني اي مجهود. هنا خلاص نزلت، حطيت الصينيه بتاعتي. عايزه اقول لكم طبعا العين هي بتاكل قبل الفم يا جماعه. حتى انا عندي عيال الصغيرين هم اللي هياكلوا الوصفه ديت، ولكن عايزه اقول لكم تفرق معاهم جدا وينبهروا جدا بالحاجات دي، غير طعم الاكل اللي دابوا فيه كده وانبسطوا بيه جدا جدا. شكل الاكل وتزيينه وكل حاجه دي طبعا فرقت معاهم كمان بزياده. هنا نزلت على الرز بتاعي كده بحبه الزبيب. بيدي طعم جميل جدا مع الاكل، وكمان تقدر تقدمي معاه زبادي او لبن او لبن رايب حسب بقى بتسموه ايه عندكم في بلدكم. نزلت كمان بالفراخ كده، ممكن تزينها بقى بقدونس اخضر كده يفرق في اللون، او بالمكسرات او الزبيب زي ما تحبي حسب الموجود عندك، يعني ما تقيديش نفسك باي حاجه. ودي كانت شكل وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.